هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة. إذاعة الوفاق تبث برامجها ونشراتها الموجهة إلى جماهيرنا بكل مصداقية وأمانة. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد من إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. نقدم لكم فقراتنا الإذاعية لهذا اليوم السبت 7 ديسمبر، ونستهلها لكم بموجز الأخبار. اعتداء على مغني إريتري بالعاصمة الإثيوبية. العصابة الحاكمة في إريتريا تتهم دولة قطر بالجنون وبشن حرب ضد النظام في إريتريا. وإليكم التفاصيل. ندد نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي بالاعتداء الوحشي الذي تعرض له المغني الإريتري تخلي نجاسي الشهير بودي ماما بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بالقرب من منزله. وحسب الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم أن الأفراد الذين اعتدوا عليه ليسوا بلصوص، وهم 6 ولم يسرقوا منه أي شيء، وقال أنه لم يسمع أي حديث بأي لغة صدر منهم. وقد تعرض مساء الأحد عند 6:00 مساء لضرب من 6 أفراد عندما كان يتمشى في منطقة قرجي، علما بأن موجة من عمليات الترهيب ضد النشطاء تتصاعد في أوروبا، ويعتقد أنها محلية من نشطاء مساندين للنظام القائم في أسمرة. اتهمت العصابة الحاكمة في إريتريا، وفي بيان أصدرته وزارة إعلامها مساء الأربعاء، اتهمت قطر بالجنون وبشن حرب ضد النظام في إريتريا وبزرع الفتنة القبلية في شرق السودان. ووجه البيان اتهامه لقطر بتنفيذها مخططا مكون من 10 نقاط ضد النظام في إريتريا، وهي العمل على تنظيم وتوحيد زعماء معارضة النظام في إريتريا ودعمهم. ثانيا، التركيز على الشباب الإريتري والعمل على تنظيمهم وتحريضهم ضد النظام في إريتريا. ثالثا، استخدام المعارضة الإسلامية التي تعارض النظام في إريتريا بنشر القيم الإسلامية في أوساطهم حتى يتم نسف التعايش الديني، وذلك بتعبئة المسلمين ضد الآخرين. رابعا، نشر وزرع الكراهية القبلية وسط الشعب الإريتري. خامسا، محاولة تحريك وتحريض الشارع الإريتري حتى يقوم بالمعارضة والإضرابات ضد النظام في إريتريا. سادسا، تدريب وتأهيل شخصيات مهمة من الإخوان المسلمين المعارضين للنظام في إريتريا على المتفجرات والاغتيالات ودعمهم، ثم إرسالهم إلى إريتريا للقيام بعمليات هناك. سابعا، العمل على اغتيال الشخصيات المؤثرة في نظام إريتريا.
والعمل على تدمير الاقتصاد الإريتري والقيام بالحملات الإعلامية. وأخيرا تشويه صورة إريتريا أمام المنظمات الدولية والدول الأجنبية بعمل دعاية حول انعدام حقوق الإنسان في إريتريا عبر تمويل وثائق ومستندات وفيديوهات. كانت تلك نهاية فقرتنا، والآن أترككم مع فقراتنا التالية. موسم البحث عن الأعداء وصناعة الأجندات. المفاجآت المتتابعة التي يقوم بها ويعلن عنها النظام الإريتري حول المؤامرات التي تحاكى ضده من كل صوب وحدب تظهر بلا أدنى شك إن النظام قد عاد إلى عهده القديم بتحميل أزماته ومشاكله إلى أطراف خارجية لا يجمعها جامع سوى خياله المريض. قبل أسبوعان وجه الاتهام إلى المخابرات المركزية الأمريكية CIA وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، وكانت مفاجأة بحق لأسباب كثيرة. أولها، لقد عهد النظام على تحميل الولايات المتحدة وموقفها من الحرب الإثيوبية الإريترية كل المسؤولية للانحياز الأمريكي إلى جانب ما كان يسميه نظام الويانة، وما من قضية أو مشكلة في المجتمع الإريتري إلا وتبريرها جاهزا من قبل النظام الويانة وأمريكا ومؤامراتهم. هذه الأسطوانة المشروخة تم استخدامها كشماعة لفشل النظام والدور البهلواني والمتخبط في جميع تصرفاته وسلوكه السياسي لسنوات، والشعب الإريتري يدفع الثمن على مدى 2.5 عقدين حتى جاءت لحظة فارقة من خلال حدثين في المنطقة مثلت مخرجا للنظام. الأولى الحرب في اليمن، والثانية التغييرات السياسية في إثيوبيا والتي همشت دور الويانة في السلطة المركزية والائتلاف الحاكم هناك. هذان الحدثان كان طوق نجاة والخروج من العزلة. في حرب اليمن من خلال المشاركة في حرب التحالف ضد من يسمونهم بالانقلابيين، والتغيير في إثيوبيا من خلال قبول حكم المحكمة الدولية بترسيم الحدود بين البلدين، وما صاحب بعدها من كرنفالات الزيارات والتصريحات، وسرعان ما أعلن الرئيس للحشود الجماهيرية بمناسبة يوم الاستقلال بأننا انتصرنا. هكذا دون تفاصيل هذا النصر، بل تجاوز الحدود ليعلن أن أمريكا أخيرا وجدت الزعامة الحقيقية بقيادة الرئيس ترامب، وإن الإدارة السابقة كانت مخطئة في سياساتها. وهكذا محى الزعيم وبلحظة كلها نشوة ما أعتبره مؤامرات الويان المتواصلة عليه وعلى نظامه من خلال تصحيح المسار في إثيوبيا لتصدر المشهد من المباركين من عنده، وتراجع الإدارة الأمريكية عن سياستها بسيطرة الملائكة والحمائم على الإدارة فيها. هكذا يفلسف الزعيم عالمه ويسوق تفسيراته لجماهير لم تعد يهمها ما يقوله، فقد تعبت من الانتظار، ولذا تجدها تبحث عن شيء بين السطور يحمل أملا في محاولة مضنية لخداع النفس. لعبة مملة استهلكت 2 عقدين من الزمان ولا أفق للنهاية. لم يقل الزعيم نحن قدمنا أراضينا وشواطئنا للتحالف الذي يقود قتالا وحرب ضروس في اليمن، مقابل أن يقدموا شفاعتهم لدى الأمريكيين ليخرجوا إلى الهواء الطلق. هذه اللغة ليست واردة في قاموس النظام. كما لم يقل إننا الآن بصدد التحالف مع القوى التي تشبهنا والتي تسعى لخلق عالم جديد يتفق ورؤانا للمستقبل، بل اعتبر كل ذلك
تصحيح لأمور كانت غير سوية، وهكذا وبحركة لا يجيدها إلا بهلوانات سيرك أصبحوا أصدقاء الأمس أعداء اليوم. هؤلاء الذين استنجد بهم في زمن البؤس والعزلة، قطر وإيران أحمد نجاد، أعداء اليوم. كيف ولماذا؟ إنه زمن الشفاعة، وكل شيء فيه حلال في حلال. لم يسأل أحد إلى متى سيصبح الشعب الإريتري ضحية لسياسة النظام وانفصامية الزعيم. حتى في زمن الحلال لم تختفي مفاجآت ومشاكسات الزعيم، حتى على الأصدقاء، حين أعلن بشكل رسمي أن لديه وثائق تكشف حجم التآمر الذي مارسته الولايات المتحدة على نظامه بالتعاون مع إسرائيل ونظام الويان الإثيوبي حينها. والسؤال: كيف ولماذا؟ ألستم في شهر عسل والعلاقة كلها ورد ورياحين؟ ما الذي حدث؟ وكثرت الاجتهادات والتفسيرات، لكن الأقرب إلى المنطق تلك التفسيرات التي تقول إن نظام أسمر لم يتوقع أن يكون رد الفعل الأمريكي على تجاوب النظام الإريتري لكل طلباته بهذا البرود، أو عبر طرف آخر أكثر قربا للأمريكيين، أي المملكة السعودية أو الإمارات. ولم تفتح الولايات المتحدة الأبواب مباشرة معها، وكانت مسألة حصر جائزة نوبل على طرف وإهمال الطرف الثاني رسالة واضحة أن هناك تحفظات هائلة من قبل أطراف ذات وزن وتأثير حول شخص الزعيم ونظامه. التفسير الآخر أن الخطوة من إعلان النظام لهذه المسائل ربما قد تكون خدمة للإدارة الأمريكية في أزمتها الحالية مع الديمقراطيين. فإن كشف مسائل مثل هذه ربما يظهر للإدارة السابقة كإدارة قاصرة في إدارة الأزمات في العالم، خاصة مع أطراف يفترض أن تكون حليفة في مناطق حساسة وذات أهمية استراتيجية. المهم، لابد وأن يكون هناك أكثر من سبب، وسوف تكشفها الأيام حتما. لكن لم يمضي وقتا طويلا حتى ألحقت دولة قطر ضمن ركب الدول والقوى المتآمرة على النظام، مع إضافة نجمة إضافية: التدخل في شرق السودان. وهذه ملاحظة مهمة، لأن النظام الإريتري يعتبر نفسه مسؤولا عن شرق السودان وما يجري فيه أكثر من الحكومة المركزية في الخرطوم، وهذا سلوكا ليس جديدا بل يحمل تاريخا طويلا. إذن فالموضوع ليس تدخل في الشأن الإريتري بقدر ما هو موضوع شرق السودان. أما الشأن الإريتري فقد لعبت قطر دورا كبيرا في زمن العزلة، إلى الحد الذي قامت فيه بتغطية رواتب موظفي الدولة الإريترية وخلافه من المساعدات، جعلت النظام يصمد أمام العواصف. ولكن ذلك زمن، وهذا زمن المغاير. في شرق السودان تتداخل أمور كثيرة، من واقع الحال الذي يحكم شرق السودان وتركيبته السكانية من ناحية، وامتداداته الديمغرافية مع الداخل الإريتري من ناحية أخرى. ما يميز هذا الخلاف أن كل طرف يحمل أجندة ومشروع سياسي. النظام الإريتري وجد الفرصة المناسبة بعد توافر عاملين اثنين: الأول ضعف سيطرة المركز في الخرطوم نتيجة الوضع السياسي بعد سقوط نظام البشير، والثاني وجود قوى أقليمية من العيار الثقيل تملك تفويضا أمريكيا، وبدورها منحت تفويضا للنظام الإريتري. أما دولة قطر فمن حقها أن تمارس نوع من السياسة الناعمة في التأثير السياسي في أحداث السودان ككل، وفي الشرق السوداني بشكل محدد وخاص، نتيجة تواجدها منذ زمن أثناء النظام البائد في السودان. بل إن النظام الإريتري نفسه كان يرى في الوجود القطري عامل اطمئنان، إلى الدرجة التي قبل فيها بتواجد عسكري قطري أبان الصدام الذي وقع بين النظام الإريتري ودولة جيبوتي. فكيف انقلبت الآية حتى تصبح دولة قطر وسياساتها الناعمة
في محاولة تقريب وجهات النظر بين المكونات الاجتماعية في شرق السودان خطيئة قطر القاتلة وخطورة تحركها على استقرار السودان وإريتريا حسب زعم النظام. الواقع وتلك حقيقة أن إريتريا شأنها شأن الكثير من دول العالم الثالث، أي دولة لم يكتمل تشكلها الوطني، وإنها في خضم عملية وإرهاصات هذا التشكل، بالإضافة إلى الموروث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي داخل المجتمع. هذه الحقيقة يعيها الزعيم وعيا تاما، بعكس الكثيرين سوى ممن يحيطون به أو يعارضونه، ولذا تجده يحمل مشروعا لإعادة سياقة المجتمع ككل. وما يجري في هذا البلد من استبداد وتعسف ومركزية القرار وازدهار السجون وخدمة إلزامية دون سقف زمني محدد حولت الخدمة إلى عبودية، والإشراف على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية حتى سعر صرف الدولار، والسحب من البنوك ألا يتجاوز 5,000 نقطة بالنسبة للمودعين، كلها قرارات سياسية لا تستثني أحد، تخرج من مكتب واحد لتعمم على مجتمع بأكمله. هذه السياسة الرعناء يقابلها سياسة خارجية تتماشى معها، سواء نحو دول الجوار أو باقي دول العالم. ويمكن القول أن عمر هذه الدولة الفتية وحكومتها كان حافلا بحربين مع دول الجوار، الأولى مع اليمن والثانية مع إثيوبيا، والأخيرة كانت أهوالها فوق مستوى التحمل، ولا زالت أشباح اندلاعها مجددا قائما، والتدخل في الصومال وشد أعصاب يومي مع الجار السودان، وازدهار غير مسبوق في عدد السجون ونزلائه، وهروب شبه جماعي لفئة الشباب بحثا عن ملاذ من هذا الجحيم. ولا زال النظام في قيه يكيل الوعود بالنعيم المنتظر غدومه عبر المشروع المهلك للشعب الإريتري. وفي ذات السياق جاءت مرحلة مختلفة، تذكير الولايات المتحدة ومخابراتها بالمؤامرات التي كانوا يحركونها ضد النظام، وكذلك إسرائيل، ولكن اتهاما بصيغة الماضي. أما الحاضر فقد كان من نصيب دولة قطر ودورها. أما مقدمة الاتهامات ودورها في إريتريا فهو شيء استثنائي، أما صلب الموضوع فهو شرق السودان. المساعي القطرية من خلال سياستها الناعمة في السعي لوضع مبادرات مصالحة وسلام بين المتناحرين من المكونات الاجتماعية في الشرق لا بد وأن تكون قد اصطدمت مع ما يخططه النظام لتمرير أجندته خدمة لمشروعه السياسي. لكن المحزن في الموضوع هو أين السودان الذي نعرفه؟ في اعتقادي إن القضية قبل أن تصبح سياسة هي تحمل موضوع كرامة السودان وشعبه، أن يكون السودان مستباحا بهذه الدرجة حتى يتلاعب بها الأقزام. والسلام عليكم. أحمد القيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن الحلقة السابقة عن موضوع تشكيل جديد للقرن الأفريقي، والذي بدأت ملامحه تظهر رويدا خلال العقد الأخير من القرن السابق والعقد الأول من القرن 21. وتظهر هذه الملامح جلية في الصراع بين الدول الكبرى على موانئ القرن الأفريقي في كل من الصومال وجيبوتي وإريتريا واليمن، إضافة إلى السودان، حيث تمددت القوات الأمريكية في الصومال بعد سقوط دولته ونظامه، إلا أنها فشلت في الاستقرار فيه، فعمدت إلى بناء قاعدتها في جيبوتي، وأوكلت إلى أثيوبيا ضمان الاستقرار في الصومال، وهي أيضا تدعم النظام الأثيوبي في محاولاته للسيطرة على الأوضاع في الصومال. كما ذكرنا، معروف أن في جيبوتي ما تزال هناك قاعدة فرنسية مهمة تطل على مضيق باب المندب، وهي القاعدة الأقدم والمستمرة رغم استغلال
جيبوتي عن فرنسا. وقد تدخلت أخيرا دولة الإمارات العربية المتحدة مدنيا بشراء وإدارة موانئ صومالية وجيبوتية وإريتريا، ومعلوم أنها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. وقد تحولت بعض قواعدها المدنية في القرن الأفريقي في الصومال وجيبوتي وإريتريا إلى قواعد عسكرية تسعى بدورها للمشاركة في حفظ الأمن من القراصنة، إضافة إلى المشاركة في حرب اليمن والتي تواجه فيها الحوثيين. إضافة إلى تلك الدول تسعى روسيا للدخول في الصراع على موانئ القرن الأفريقي أيضا، حيث طورت علاقاتها بجيبوتي وإريتريا من أجل كسب موقع لها في المنطقة التي أصبحت تزداد أهمية جيو-استراتيجية خلال العقدين السابقين. إضافة إلى اليابان التي أرسلت أيضا هي بعض من قطعها الحربية إلى المنطقة بحجة حماية سفنها التجارية من القراصنة. أما العضو الأهم والذي ساهم في بروز الصراع في القرن الأفريقي إلى العلن هو ظهور الصين كلاعب كبير يريد أن يدخل القارة عبر بوابتها الشرقية، حيث أسس لعلاقات اقتصادية كبيرة مع دول المنطقة عبر المنح في بناء البنية التحتية لهم واستثمار الديون كوسيلة لتحقيق مصالح أخرى اقتصادية وعسكرية. وقد تمكنت الصين من إنشاء قاعدة عسكرية لها في جيبوتي على مسافة بضعة أميال من القاعدة الأمريكية، مما اعتبرته الولايات المتحدة تهديدا مباشرا لقواعدها في منطقة باب المندب والقرن الأفريقي جنوب البحر الأحمر. وتعد القاعدة الصينية في جيبوتي هي الأكبر خارج الصين حتى الآن. أما إيران فقد حجزت موقعها مبكرا في المنطقة بعلاقاتها السابقة مع إريتريا والسودان، ثم أخيرا تمكنت من احتلال الساحل الشرقي للجزيرة العربية والمواجه لمنطقة القرن الأفريقي في اليمن عبر الجماعة الحوثية التي سيطرت على معظم أرجاء اليمن وفرضت واقعا يصعب تجاوزه وزواله قريبا. وبالرجوع إلى أثيوبيا الدولة المحورية في القرن الأفريقي وشرطي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا، فهي أيضا لها أطماع متجددة في الوصول للبحر الأحمر، وقد نشطت في ذلك بعد أن وجدت كل دول العالم تحاول الوصول لموانئ القرن الأفريقي، وعملت على قبول التحكيم في الصراع الحدودي مع إريتريا بدون شروط، فرضت نفسها لحجز موقعها على البحر الأحمر عبر إريتريا، وتستثمر في ذلك رضاء النظام الدولي عنها، وهو ما ساعدها على بناء تحالفات عسكرية بحرية وبرية مع معظم الدول الكبرى. فهي تشتري السلاح المتطور من فرنسا بزعم الدفاع عن خزان النهضة من مصر. كما طورت علاقتها الاقتصادية مع الصين بفتح آفاق كبيرة مع كبريات الشركات الصينية الخاصة والحكومية، وتوقيعها أخيرا لاتفاقيات عسكرية مع الإمارات العربية المتحدة التي تستأجر الموانئ الإريترية عبر قواتها البحرية المشاركة في عاصفة الحزم والتي تحارب الحوثيين في اليمن. كما أنها عملت أخيرا على تحريك شرق السودان وموانئه من أجل صناعة التغيير فيه ليواكب محاولات صناعة القرن الأفريقي الجديد. إذن فالقرن الأفريقي أمام تحول مهم في موقعه الاستراتيجي في الفكر الجيوستراتيجي للدول الكبرى دول الإقليم، فلم تعد منطقة القرن الأفريقي تلك المنطقة الهادئة المنسية كما في السابق. ومن هنا كان لابد للإريتريين نظاما ومعارضة فهم ذلك والاستفادة من هذا التحول الدولي والإقليمي نحو القرن الأفريقي لتحقيق السلم والتنمية والديمقراطية لمواطن المنطقة. وإلى أن نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. ما حصل في
إريتريا في عام 1991 هي صفقة أشرف إلى هندستها المخابرات الدولية ولها أسبابها الدولية، وإسياس كان وسيلة بيدهم لكي يخدم مشاريعهم في المنطقة، وهو الرجل الذي لا يعصي لهم أمر، وهم يعلمون أنه رجل حرب سيقمع الشعب وسيتنمر على المنطقة، وهم لا يبالون بما سيفعله في الشعب. إسياس ليس برجل قيادي وإصلاحي، ولو كان كذلك لنجح اليوم في قيادة البلد منذ سيطرة النظام الإريتري على إريتريا. بدأ حينها العسكر على القمع والاستفزاز الشعب الإريتري، وأتى معهم الفساد والبذاء في الشارع وإفساد أخلاق المجتمع وعدم الاستقرار الأسري بمسمى الحرية الفردية، وسيطر بمخططه وبدأ بعلاقة يشوبها الكثير من الاستفزاز والتحري، ولكن للأسف كثير من الناس كانوا مخدرين بما يسمى الحرية، لذلك كان لا مانع لديهم الاستمرار إسياس حتى ولو غاب احترامه لهم. وحين عرف إسياس أن هذا الشعب لا يحاسب وسيرضى بالإهانة، وقرر أنه يزرع الخوف في قلوب الشعب الإريتري، وحينها بدأت الأجهزة الأمن تلجأ إلى تحريك حملات الهمس والإشاعات كما تؤثر على العلاقات الاجتماعية. لا شك أثرها كبير، خصوصا وأن عملاء ما يسمى بالأجهزة الأمنية منتشرون في كل الشقوق الاجتماعية. حملات الهمس والفتن ضد الشعب في مجتمعنا البسيط من أمضى وأخطر الأسلحة التي لجأ إليها النظام الإريتري المهزوم على كافة الأصعدة، عسكريا وسياسيا واجتماعيا وتنمويا واقتصاديا. إذا أن النظام الإريتري نظام لا إنجاز ولا مشاريع ولا انتصارات ولا مصداقية ولا نجاح له. نحن شعب لا نحاسب، نحن شعب عاطفي، وإسياس رجل حرب وفتن ولا يصلح لقيادة وطن. كان علينا أن ننتبه ونرفض مخططه منذ بداياته، وهو يحكم بشكل فردي ومن حوله بلهاء لدرجة أنهم أصبحوا مثل ساعي البريد في الخارج ولسانه السليط الذي يتهجم به على الشعب وهو راضي عنهم، وهذه هي وظيفته. في بداياته كان يريد أن يصبح رمزا من الرموز الوطنية، ولكنه تخبط قليلا لأن مخططه يختلف تماما، وبما أنه رجل حرب لذلك المخطط الدموي العنصري هو المخطط الصحيح بنظره. وجل ما يهدف إليه إسياس هو البقاء والاستمرار على حساب الشعب ومستقبله وأجياله المنكوبة، وهذا كله من أجل أن يستمر إسياس في مخططه ضد إريتريا وشعبها. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.